بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ الآن بمناقشة مفهوم منحنيات المعايرة الحمضية القاعدية. طيب، بالنسبة لمنحنيات المعايرة، هذه رسوم بيانية بتستخدم في توضيح كمية الحمض المستهلكة أو القاعدة في محلول من خلال قياس حجم القاعدة أو الحمض ذي تركيز معلوم لإتمام التعادل. يظهر دائما في منحنى المعايرة كيف أنه بيتغير الرقم الهيدروجيني، لأنه لو نلاحظ على المحور الصادي دائما بيوضع قيمة البي اتش، ولكن هنا قيمة اللي هو حجم القاعدة أو الحمض المضافين. يعني هنا هذا اللي بنضعه في البرت اللي هو في السحاحة، هذا بيكون في السحاحة. طيب، فمن خلال مراقبة الحجم كم بيكون أو رصد الحجم المضاف، آخر حجم وصلنا له. طيب، عند نقطة تغير اللون، عند نقطة تغير اللون. طيب، فمن خلالها نعرف اللي هي نقطة تغير اللون، هذه هي اللي تمثل إيش؟ نقطة التكافؤ. طيب، بيقول لي هنا عند إضافة الحمض والقاعدة، ومن هذا المنحنى يمكننا تحديد وين؟ ومن هذا المنحنى يمكننا تحديد نقطة التكافؤ، وهي المرحلة التي تتفاعل فيها كمية مكافئة من الحمض مع كمية مكافئة من القاعدة. يعني عند نقطة التكافؤ في معلومة بيكون فيه عدد مولات الحمض الأسيد تساوي عدد مولات البيس. هذه مرة النقطة يعني مهمة عند نقطة التكافؤ. طيب، كمان إيش نستفيد من منحنى المعايرة؟ نعرف ما هو الدليل المناسب اللي يكون يعني مناسب للتغيير في لونه وقريب من نقطة التكافؤ. يعني ما يصير آخذ مثلا دليل البروموكريزول الأخضر، ما يناسب على الرسم. يعني شايفين هنا البروموكريزول هذا، هنا البروموكريزول ما راح ينفع يعني يناسب، لكن أنا ممكن أقول إنه البروموثيمول الأزرق حيكون مثلا مناسب جدا لمعايرة حمض قوي بلس قاعدة قوية. ليه؟ لأنه نقطة التعادل أو التكافؤ دائما في الحمض القوي والقاعدة القوية تكون دائما بي اتش عند 7 أو حولها. طيب، فالبروموثيمول لما نيجي مدى يتراوح الرينج تبعه من 7 و6 إلى 6، فحيكون مرة مناسب وقريب من إيه؟ من قيمة نقطة التكافؤ له اللي عند معايرة حمض قوي أو بقاعدة قوية. كمان نجد مثلا انه دليل الفينولفيثالين نقطة الرينج تبعه يشتغل مدى التغير اللوني عند كم؟ ما بين 8.2 و10، يعني مرة كويس. فالفينولفيثالين كان عديم اللون في الوسط الحمضي لما كنا نحط اللي هو الفلاسكة. طيب، كنا بنحط الحمض فيها. في السحاحة اللي هي البرد كنا نضع مين؟ كنا نضع القاعدة. فكنا لما هنا الحمض وضعنا دليل الفينولفيثالين، ايش اللي حصل؟ اللي هو الانديكيتور كان عديم اللون، نو كلر، عديم اللون. بمجرد بدأنا نضيف القاعدة بدأ يظهر التغير في اللون تدريجيا تدريجيا تدريجيا. طيب، ايش كمان استفيد من منحنى المعايرة؟ اقدر اعرف من منحنى المعايرة انه يعني كيف التغير في قيمة البي اتش. لو نلاحظ هنا كانت قيمة البي اتش مرة نازلة، يعني تقريبا عند 1 هنا تقريبا عند 1. فلما نشوف قيمة البي اتش منخفضة بهذا الشكل، من هنا نفهم إنه بدأنا بحامض قوي، لأنه الأحماض القوية دائما قيمة البي اتش لها نازلة قليلة، يعني 1، 1.5، 2، 3. أعرف هنا إنها أحماض إيش؟ قوية. طيب، بعدين لو نلاحظ في إيه؟ زيادة تدريجية في قيمة البي اتش. طيب، مع زيادة كمية القاعدة بدأ يحصل، يعني لما يجوا يوصفوه هنا لاحظوا ان ارتفاع كبير بعدين الين وصلنا لنقطة التكافؤ عند 7، لانها واضح انها بين 6 و8. طيب، في هذا المدى يبدأ يشتغل الفينولفتالين، عشان كده كنا نفضله كدليل. يعني بدأ يتغير من ايش؟ من عديم اللون الى اللون الوردي البينكي. لما خلاص صار في زيادة في الوسط القائي، صار كل ماله اللون الوردي يصير أكثر يعني غمقا.
أو يتحول للون الداكن أكثر فأكثر. طيب نيجي بالنسبة للحسابات. عندي نوعين من الحسابات. عندي إما أنه يقول احسب البي اتش لمحلول مثلا من هيدروكسيد الصوديوم لما أضيف إلى HCl، أو إنه يطلب حساب قيمة البي اتش عند نقطة التكافؤ. الآن حنطبق على حساب قيمة البي اتش بدون ما يحدد نقطة التكافؤ، يعني ما حدد لي وقال عند نقطة التكافؤ. كيف راح تكون الطريقة هنا؟ أولا الخطوة الأولى هي مجموعة من الخطوات نطبقها بالنص هذا، بالطريقة، بالرتم هذا، بالإيقاع هذا نفسه. أولا نحسب عدد مولات الحمض والقاعدة. غالبا حيكون معطى عندي التركيز والحجم للقاعدة والحجم والتركيز للحمض. حأقول كده عدد مولات اللي هو NaOH. طب احنا عندنا عبارة عن ايش؟ عدد المولات اللي هو عبارة عن التركيز في الحجم. طيب التركيز عندي هنا كم؟ 1/10، والحجم عندي 10/1000. لازم انتبه اني انا بحول. طيب فعندي هنا اللي هو حجم مين؟ مش حجم المحلول، لا، أنا هاخد حجم القاعدة بس اللي هو 10 ملي. طيب فإذا حيصير عندي هنا اللي هو لما نيجي نحسبها تقريبا 25.025 من تقريبا، عفوا هنا مش 5، هنا 2، 25/10,000 تقريبا. إذا 25/10,000 مول. أوكي، نيجي لعدد مولات HCl. طيب هي عبارة عن التركيز 1/10 نفسه، لأنه التركيز للحمض هو نفسه تركيز الغاز طب كم حجم الحمض؟ عبارة عن كم؟ عبارة عن 25، عفوا هنا تقريبا مش 25/10,000، هنا تقريبا طلعت لي 1/1000. 1/1000. طيب هذا بالنسبة لي هيدروكسيد الصوديوم. أو هي هنا عندي 1/10 مولار 10. أيوة، هتكون عبارة عن إيه؟ 1/1000. مظبوط. بعدين عندي هنا 1/10 في 25/1000 على 1000 هتساوي لي تقريبا 0.002، يعني 25/1000 مول. طيب طلعنا عدد المولات للحمض والقاعدة 2. الخطوة الثانية نشوف يعني كل واحد من الحمض، الحين هو أضاف الحمض للقاعدة أو القاعدة للحمض، نشوف كل واحد كم استهلك من الثاني، يعني أجيب الفرق بينهم علشان نحسب ونحدد الفائض. من مين فاض؟ طب إحنا بإمكاننا بالنظر، بس كده بالنظر نعرف إنه واضح إنه هذا زيادة وهذا أقل، يعني هذا أكثر وهذا أقل. إذا مين الفائض؟ حيكون الفائض من مين؟ من HCl. إذا عدد مولات HCl الفائضة، يعني هذه الخطوة الثانية خلاص، تساوي اللي هي 0.025 ناقص 0.001. طيب إذا أنا لازم أطلع كم الفائض ومين هو الفائض. فلما حسبنا الفائض تقريبا طلع عندي 1/1000. 1/1000. إذا هذه عبارة عن إيش؟ كمية خلاص الهيدروجين، أيونات الهيدروجين اللي هي HCl الفائض. طبعا ليه أنا بقول أيونات الهيدروجين؟ لأنه أصلا الحامض هذا قوي، فطبيعي أكيد عدد مولات الهيدروجين هي نفسها عدد مولات الحمض. طيب الآن نبغى نحسب اللي هو تركيز أيونات الهيدروجين. طب تركيز أيونات الهيدروجين إيش بيساوي لي؟ N of hydrogen، أيونات الهيدروجين، هيدروجين ايونز، على حجم المحلول، السوليوشن، حجم المحلول. ننتبه هنا. طيب عدد المولات اهو انا طلعته الفائضة، يعني 1/1000. وحجم المحلول ننتبه اننا احنا هناخد 10 ملي نجمع معاه 25. اذا 10 زائد 25 حيصير عندي كم؟ 35. فلما نقسم على 1000 عشان لازم باللتر، فلما نقسم على 1000 حيصير عندي 35/1000. إذا عندي 1/1000 على 35/1000 حنحصل على كم؟ على 4/100.
طيب مولار تقريبا يعني تطلع كده 2.9 يعني 429 من 10 من تقريبا أحد عشرات مئات ألوف من 10,000 تقريبا. أوكي، بعد ما طلعتها أبغى أحسب البي اتش. خلاص هذه الخطوة الأخيرة. إذا عندي هنا هذه 3 هنا 4. خلاص هو إيش يبغى أساسا؟ يبغى أحسب البي اتش. طيب إذا البي اتش ناقص لوج التركيز اللي هو 4.0429 يساوي، وأحسب بالآلة الحاسبة حيطلع لي 1.37. هذا بالنسبة لمثال 15. تدريب 9-13 كوبي بيست عن المثال السابق، ما فرق، نفس الفكرة. واحد، نحسب عدد المولات، نحسب عدد مولات الحمض والقاعدة. طيب ثم نحدد الفائض منهما، يعني مين المادة اللي فاض منها، هو مطلوب قيمة البي اتش. طيب إذا N of NaOH ما له داعي ده القوس. NaOH وكان المفروض كده أحط اللي هو إيه NaOH عبارة عن إيش؟ عدد المولات عبارة عن المولارية في الحجم باللتر. طيب الحجم عندي مش حجم المحلول، لا، حجم القاعدة. إذا حيصير عبارة عن حجم القاعدة حيكون عبارة عن عبارة عن اللي هو 1/10 في، شوفوها، 15 على 1000. طيب إذا حيساوي لي تقريبا 1.5 في 10 أس ناقص 3 مول طبعا، لأن أنا أبغى عدد مولات. حنطلع عدد مولات HCl كمان، يعني حيساوي لي، وأعوض اللي هو 1/10 في 25، 1/10 في 25 على 1000. طيب إذا يساوي تقريبا 2.5 في 10 أس ناقص 3 مول. حلو. بعدين نحسب الفائض أو نحدد الفائض. خلاص الفائض. أوكي، حنقول باين من النظر إنه 2.5 حقيقي هي أكبر من إيه؟ من 1.5. فلما نطرحهم من بعض حنحصل على إيش؟ 1 في 10 أس ناقص 3 مول. إذا أنا إيش عملت؟ طرحت من 2.5 1.5. خلاص. طيب يعني خلينا نقول 15 من 1000 طرحتها من 25 من 1000، فحصلنا على إيه؟ على 1 من 1000، يعني 1 في 10 أس ناقص 3. بعد ما حددت الفائض يلا نحسب دحين تركيز أيونات الهيدروجين. التركيز بالمولارية عدد المولات هذه اللي أنا طلعتها على حجم المحلول باللتر. حجم المحلول 15 زائد 25، خلاص يعني حيصير إيش؟ 40. ولأنها 40 لازم أقسم على 1000 لأنها بالملي، يروح صفر مع صفر يصير إيش؟ 4/100. خلاص أمسح 1000 هذه، بس أنا كده وضحتها لكم إنه كيف حولنا. إذا خلاص أبدأ أحسب، أجري حساباتي، حلاقي إنها تساوي لي 25 من 1000 مولار. خلاص آخر خطوة بي اتش. البي اتش تساوي ناقص لوج الاتش هذه اللي طلعتها، التركيز اللي أنا حسبته، يعني يساوي ناقص لوج اللي هي 1 في 10 أس ناقص 3. نكتبها في الآلة طلع الناتج حيطلع لي 1.602. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.